رجعت لكم تاني وجاي المرة دي ارد على زول سوداني. لايفات كتيرة منتشرة على التيك توك بتتكلم عن مصر وان مصر محتلة وان مصر مفيش دولة اسمها مصر وان السودان كانت بتحتل مصر وكلام كده اهبل كتير بيتقال. وردي دلوقتي مش على الشعب السوداني الشقيق اللي بكنله كل الاحترام والتقدير. الشعب السوداني اطيب شعوب الارض واقرب شعب على قلب المصريين هو الشعب السوداني. انا ما بالنسبه لي ما عنديش اي مشكله مع الشعب السوداني. انا برد على الزول اللي بيتكلم على مصر عليه هو بس، ما اقصدش اي حاجه ولا اي اساءه للشعب السوداني الشقيق. كلكم على دماغي من فوق، من صغيركم لكبركم. بالنسبه لك انت اخ وانت وغيرك من اللي بتعملوا لايفات وبتتكلموا عن مصر بشكل وحش وباسلوب مش كويس، بدل ما انتوا بتشطروا على مصر وبتقولوا عليها كلام وحش، على الاقل حرروا الفشقة من اثيوبيا. شوفوا اثيوبيا اللي محتلة اراضيكم، حرروها الاول بعد كده اتكلموا عننا. اما بالنسبة عن مصر، السودان عمرها ما احتلت مصر. انت بقى انت ولا انتوا فاهمين اي حاجة اصلا في التاريخ ولا عارفين اي حاجة. انا عايز اقول لك ان دي خريطة مصر ايام محمد علي باشا، والخريطة اللي بعديها دي خريطة مصر لحد سنة 1952. شايف حدود مصر كانت عاملة ازاي؟ انت شايف انت علمك كان عامل ايه؟ علم الدولة المصرية هو كان علمكم. انتوا كنتوا تحت الحكم المصري لحد سنة 1952. من بداية من عام 1820 ل 1952 وانتوا تحت الحكم المصري. مش هتكلم كمان عن ايام الفراعنة. الفراعنة كانوا بيحكموكوا برضو زمان، لكن انا بتكلم على العصر الحديث. دي خريطة مصر اللي انت شايفها لحد اخر ايام الملك فاروق. كانت اسمها مملكة مصر والسودان. السودان طول عمرها تحت الحكم المصري، تحت السيادة المصرية. احنا ما فرقناش عن بعض الا الاحتلال الانجليزي عشان تبقى عارف، لكن طول عمر السودان جزء من مصر. ودي اخر خريطة لمصر سنة 1952 قبل ما تاخدوا استقلالكم. وعلى فكرة انتوا واخدين الاستقلال من مصر، مش من الانجليز. عشان تبقوا عارفين كويس قوي انت بتتكلم ازاي. قبل ما تتكلم راجع التاريخ. مع احترامي الكبير للشعب السوداني الشقيق، مرة تانية انا ما اقصدش الشعب السوداني، انا برد على الاشخاص اللي بيوجهوا السباب والشتائم لمصر بس.